السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ونرحب كامل بالاخوات اللي انضموا جدد للقناه، نورتوني وشرفتوني وشرفتوا قناتي، اهلا وسهلا بكم. اليوم جيت نطلع عليكم وصفه تاع شوربه مرمز بالدجاج، تجي بزاف بنينه، على بالكم المرمز صحيه. جبتها لكم بمقادير مضبوطه خاصه للمبتدئات. قلكم قبل ما نبداو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. خلوا لي جيم لا فيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد. ويلا بسم الله على بركة الله، نبداو في الوصفة وفي طريقة التحضير. هنا كما شفتوا خياتي في القدرة ديالي كنت درت مغرف كبيرة تاع السمن مع كمية تاع الزيت، واحد 4 مغارف حتى 5. هنا كنت درت الدجاج، انا كنت درت جناح ودرت شويه من الصدر، درت 4 صدر تاع الدجاج مع مرسو واحد تاع الجناح، ونخليهم يتقلاو فوق النار. من جهه واحده اخرى نجي نوجد المرمس تاعي، يعني نغسلها، نشللها شحال من الخطره بالماء بارد، ومن بعد ندير لها الماء سخون ونخليها. هنايا انا نقيس بهذا الفنجال تاع القهوه كحله، على بالكم المرمس تسكى ماشي كيما الفريك، معناتها ديروا شويه تولي الله يبارك. هنا كنت حكمت الفنجال ديالي وكنت جيت قصت المرمس. شوفوا المرمس اللي عندي بزاف شابه، هي كاين بزاف نوعيات، مي من الاحسن تخيروا النوعيه اللي تكون جايه اللون تاعها صفرة، يعني هذيك اللي تكون مليحه. هنايا كنت حكمت الكسرونه ديالي، انا درت في الكسرونه هنايا باش نشلل هذه المرمس تاعي، قلت لكم شلوها شحال من خطره بالماء بارد، ومن بعد نديروا لها الماء سخون ونخلوها بجهه. من جهه واحده اخرى وليت القدره ديالي، هنا كانت تقلى عليه هذاك المرسو تاع الجناح مع هذاك 4 صدر تاع الدجاج. كما راكم تشوفوا خياتي، ما تنساوش تخلوا لي جيم لا فيديو، خلوا لي تعليقاتكم الحلوين اللي كيما نتوما. هنا كنت رحيت في الاشواغ، انا رحيت حبه بصل كبيره مع 4 سنين تاع الثوم، رحيتهم كيف كيف وضفتهم على هذاك الدجاج. هنا درت الخضره ديالي، درت حبه قرعه، حبه زروديه كبيره، وحبه بطاطا صغيره، نزيد الحميصه، انا الحميصه عندي مشي طيبه. وهنا نجي ندير لي زيبيس كيما راكم تشوفوا، كنت درت ملح، ندير فلفل كحل، ندير شويه قزبر مرحي، ندير فلفل عكري، وراس الحانوت الخاص بالشوربه، يعني الخاص بالمرقه حمراء، وعود قرفه. وراني كتبت لكم يعني لي زيبيس كيما شفتوا دوك تخرج لكم في لا فيديو، مع عود تاع قرفه ورشه تاع كرويه. كرويه اللي ما يكونش عندها تقدر تستغنى عليها، مي اذا كانت عندكم ديروا رشه، راح تمدلها بنه بزاف هايله. وهنا كنت درت كامل لي زيبيس ديالي. هنا نزيد شويه من الحشاوش، انا كنت درت لها الحشيش، درت شويه كرافس، ودرت وريقه تاع النعناع، قطعتهم كامل كيف كيف وضفتهم على كامل هاد المكونات. وهنا نخلي كلش يتقلى مليح كيما راكم تشوفوا. هنا نخلو كل حاجه تقلى مليح، على بالكم سورتو الا طيبتو في القدره تاع الفخار لازم تنقصوا لها كامل وتخلوها تكتك بعقلها. هنا بعد ما تقلى لي كلش مليح، جيت ضفت 2 مغارف كبار طوماطيش تاع الباطا، ودرت انا طوماطيش خدمتها في الدار حوالي 4 مغارف كبار. اللي ما تكونش عندها طوماطيش اللي خدمتها في الدار، دير 2 حبات طوماطيش ترحيهم وتضيفهم عادي، ونخلو كلش يتقلى مليح كيما راكم تشوفوا. بعد ما تقلى لي كلش مليح، هنا كنت جيت ضفت هذيك المرمز اللي كنت قستها معاكم، قلت لكم شللتها شحال من خطره بالماء بارد، ومن بعدك خليتها في الماء سخون، صفيتها من هذاك الماء كامل وضفتها في القدا ديالي. انا نديرها تتقلب مع الاول، راح تجي بزاف بنينه والشوربه تاعكم تان بالخف توجد. هنايا بعد ما تقلى لي كلش مليح، نجي نمرق بالماء اللي يكون سخون، ونخلي كلش يطيب بالعقل. ومن بعدك راح نحي الخضره ديالي، كي طيب نحيها ونميكسيها ونعاود نرجعها. هنا خياتي كانت الخضره ديالي كانت طابت كيما راكم تشوفوا،
كنت نحيتها باش نميكسيها ونعاود نرجعها في القدرة، ونحيت هذاك الدجاج ديالي ونعاود نفتو ونرجعو تاني في القدرة. وشوفوا لي هذاك الوجه تاع الشوربة، بسم الله ما شاء الله. هنايا جيت ندير هذيك الخضرة ديالي اللي كنت رحيتها ونقص كامل النار ونخليها تطيب بغرضها حتى توجد معنا. قلت لكم المرمس كنا درناها مع الاول، والخضره تاعنا كي طابت رحيناها ورجعناها، معناتها كي تقال الشوربه تاعنا نطفولها ونديرو عليها شويه تاع حشيش ولا يكون عندها نعناع يابس. وهذه هي الشوربه ديالي بعد ما وجدت كيما راكم تشوفوا، تجي بزاف بنينه ودالا بالكم المرمس صحيه وبالخف توجد. جربوها على هذيك الطريقه راح تجيكم بزاف هايله. هكذا كنت هنا سقيتها في البول، زينتها بشويه تاع الحشيش ونزيدو لها تان القارص. وكانت هذه هي الوصفة تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نتمنى ما تبخلوش عليا بالجام الكومنتير، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو بزاف روحتيكم والسلام.